من وجهة نظرك أم لا؟ لا طبعا النادي الاهلي كان يستحق الفوز، ولكن الرعونه اللي اتكلمنا عليها احمد واهدار الفرص السهله. الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاول. التغييرات طبعا اللي حصلت والتغيير اللي عمله بين الشوطين، نزول قفشه مكان امام، والتكليفات الجديده لبعض اللاعبين ساعدت الاهلي ان هو يتحكم في الاداء بشكل افضل. شفنا اكتر من مره علي معلول اتقدم واشتغل من الجبهه اليسرى اللي هو فيها بشكل جيد جدا. شفنا فرص كتير اكتر من فرصه للاعيبه الاهلي، ولكن في رعونه في التعامل مع الكوره. طيب الهدف اللي جاء سجله بيرسي تاو خطا دفاعي من لاعبي يانج افريكانز، لكن لم يعني الوقت لم يمر كثيرا وسجل هدف ايضا يانج افريكانز غريب من وسط 3-4 مدافعين من الاهلي. برضه خطا دفاعي من لعيبه الاهلي، مش ممكن يتعاملوا مع الكوره دي بالسهوله دي، وبرضه رعونه في التعامل مع الكوره. يعني تمام. انت جبت الهدف، كان لابد ان يبقى فيه تماسك اكتر من كده وتعامل بحزم مع كوره زي دي. تمام. الاهلي في الصداره بعد هذه الجوله. المهم، هل اخطا مارسيل كولر في انه بعد التقدم لم يتراجع للنواحي الدفاعيه بشكل غير وبقي في الضغط العالي وظهرت المساحات؟ هو الهدف ده انا مش هحمله الكولر، هحمله للعيبه. انت في وقت خلاص المباراه بتنتهي في قرب نهايتها. يعني كابتن، يعني اللعيبه كانت متقدمه دايما وكانت لا ده في زياده عدديه من المدافعين، ولكن اعتمدوا في لقطه الهدف. اعتمدوا على بعض، كل واحد فيهم. انت في الوقت ده لابد ان واحد يبقى هو المسؤول عن توجيه الضغط بتاع المدافعين اللي موجودين كلهم. لازم واحد هو اللي ياخد القرار، ما ينفعش كله بيتفرج على اللاعب اللي بيشوط. اللاعب ما خدش ثواني يا احمد في الدخول والتسديد، يعني ما اداش فرصه فلا بد ان في اللحظه دي مدافع هو اللي ياخد القرار، خاصه ان في زياده. هم 5 أو 6 مدافعين موجودين في اللعبه. بص كم مدافع من الاهلي موجود، 5 وديانج دخل كمان عليهم 4 بجوار اللاعب اللي صور. 6 مدافعين داخل منطقه الجزاء وقصاد لاعب واحد. ما ينفعش ابدا ان الجول زي ده يدخل في النادي الاهلي في التوقيت ده. انت دايما اللي بتعمل. طيب ده دليل على عدم التركيز الذهني او فقدان الاعداد الذهني. انا ارجعها ان لعيبه الاهلي بعد الهدف اللي الاهلي احرزه ظنوا ان المباراه انتهت مع زياده عدديه في الجزء الدفاعي، ان احنا هنقدر ناخد الكوره ونسترجعها بسرعه. عدم تركيز، وده برضو يرجع للحاله اللي فيها اللعيبه طول المباراه. انا اكتر حاجه النهارده فرص برضو كتير، لو بحساب الفرص ضيعنا 6-7 اهداف محققه النهارده. 6-7 فرص محققه، يعني في كور مش ممكن ابدا تصدق ان لاعب في النادي الاهلي يضيع كره زي دي. ما هو سبب هذه الفرص الضائعه وسبب عدم التركيز الدفاعي؟ هل ده كله يعود الى عدم الاعداد الذهني الجيد للاعبي الاهلي، فقدان اللاعبين للتركيز كابتن سواء هجوميا او دفاعيا؟ لماذا؟ انا حسب رايي قراءه سيئه للمباراه.